بلا صياح بلا عياط بلا اي شيء. بعرف صار لي زمان منزل، بس انا كنت كسول يعني. ما بعرف يا جماعه، اقسم بالله ضليت يمكن شيء ربع ساعه بدور على عذر، بس ما ضل ولا عذر. انا انسان كثير كسول، انتم بتعرفوا هذا الشيء، بتعرفون صرتوا تعرفونه 100%. انسان كسول جربان، ما معي مصاري، حباك يدخل ما معي، وضعي كثير صعب. لذلك انتم لازم تحترموني يا جماعه، وتحترموا موهبه الكسل اللي عندي. يعني انا هلا ممكن اروح على مسابقه اشترك فيها، يقول شو موهبتك؟ انه انكسر. انا انسان كثير كسول، يمكن اقعد 6 ساعات ادعي على اللمبه انها تنحرم مشان ما اقوم طفيها، واللي بتاخذ مني 3 ثواني. فتخيل انه تصوير فيديو كامل اقسم بالله من الفكره تعبت. راح اسلخ انا ونكمل الفيديو بعدين. فبدون تطويل المقدمه، مع انه طولتها اصلا. في اليوم يا جماعه موضوعنا عن ابو الربع عيد مقابله وجايب فيها العيد. مو العيد، عيد الحب وعيد الكبير وعيد الفطر. في واحد صاحبي اسمه عيد ما له اي دخل باي موضوع، راح شحطه من البيت، قال له اسمك عيد، قال له ايه، شحطه بسرعه وجابه. هذا ابو الربع ما عنده مزح يا جماعه. فهلا نحن رح نشوف شو عمل وراح نعمل ردة فعل عليه. بس قبل ما نبلش الفيديو يا جماعه، اعطونا لايك واعطونا شير ومصاري، اذا في مصاري كمان يا جماعه اعطونا. خلص حاج مزح ونبلش الفيديو فورا. أحمد أبو الرب مدون وصانع محتوى يتابعه أكثر من 4 ملايين شخص على قناته عبر يوتيوب. ابو الرب كافر مشرك خنزير واطي. اقسم بالله كنت افكر اسمه يا جماعه اول ما تعرفت عليه، بس هلا صرت اعرف. كانت زنخه تمام. نكمل الفيديو. يتكلم أبو الرب عن أشخاص ومواضيع رائجة، لكن بأسلوبه وطريقته الساخرة. هذه الطريقة التي اصله من الموضوع كله ابو الرب متنمر من الاخير، بس هو ما بيقدر يحكي لانه على القناه وراح يحاسبه وراح يفضى عرضه. انا بحكي لكم اياها من هون، انا رئيس القناه، انا ما في حدا بيحكي لي يا جماعه، راح احكي اللي بدي. اقسم بالله حسيت حالي معلم بشي وزير اعمال، حتى وزير اعمال ما عم بعرف احكيها، رجل اعمال يا جماعه. حتى علي مرض يعني يكتب طلع فينا اللي يفضح عرضك. كل هالكذبه هيدي مره واحده ما بقدر، انا مستحيل اقدر احكيها بثانيتين. ينتشر معاه لانه بس لمستوى الوقاحه الموجوده، وانتشار هذا المحتوى معناته حيتعرض اطفال اكثر. أحمد قبل ما تكمل الفيديو، ابو الرب من وين طلع؟ شو هالقناة هيدي الغريبة؟ اقسم بالله كان معلم عم يحضر لنا فيديو، ابو الرب طلع هيك، بتحسوا طلع من تحت الارض. شو انتم كثير قناة غريبة، وحياة امي انا مليت من الغرابة يا جماعة. اليوتيوب العالم كله غريب، هذا العالم لازم هيك نحطه وندفنه ونطلع كوكب ارضية جديدة، كوكب ارضية كوكب ارض هيك، ونزت عليه فضائيين يعيشوا. اقسم بالله نحن ما بنستحق نعيش، لانه نحن كلياتنا اغرب من بعض، وكلياتنا اغرب من بعض هي ما بتزبط نعيش. اقسم بالله نحن بتعرفوا اذا البشر كلياتهم بيتزوجوا بيجيبوا ولد ما بيخلق. ليش؟ لانه كثير غريب. نحن نرحب بأحمد أو أبو الرب الناقد. لا والله الناقد لسه ما بترحبوا فيه، هذا ابو الرب المتنمر. بعرف انه ما فيك تحكي متنمر لانك على القناه وراح يفضحوا عرضك مثل ما قلت، بس انت هذا متنمر، هذا مو انتقاد. طبعا وحياة امي نهايتكم كل شيء بس على وقفه ابو الرب. وحياة امي تقول معلم سيرخ لك غدا وجاي، اقسم بالله تقول حامل. وحياة امي هيك هيدي الوقفه توقفها جنب امك بعد ما تسلخ غداك وتستناك كانك عم تطلع فيها وعم تقول لها ايه شو صار بالحلو. هيك نفس الشيء اقسم بالله هيدي الوقفه لوقفه المطبخ. طبعا اسمها وقفه المطبخ، هي مختصه بالمطبخ. ما بعرف ابو الرب شو اجى بباله عم اخذها معه على المقابله. اقسم بالله ابو الرب انت انسان كثير غريب. مش عارف. احمد ابو الرب الناقد. يعني انت بتصنع محتوى بتعرف او بتحكي عن حالك انه انت بتنتقد الاشخاص. وحياة انه ابو الرب بصيف. انا ما بعرف، انا ناقد اللي بدك اياه معلم، هات المصاري بسرعه بدي اروح مستعجل. اقسم بالله هذا سؤال عميق لانسان تافه مثل ابو الرب. وحياة لكن مزعج شو قال لك هلا بدي اساله هيك سؤال، هلا هو بيجاوبني بطريقه محترفه. ابو الرب معلم مخه عم يفكر شو بده يتغدى. والمحتوى على منصات التواصل اللي بيقوموا فيه الاخرين. ما بعتبر حالي ناقد، هي حابب احكيها من اول، انا مش ناقد. انا لا وحياة امي ابو الرب مصيف العادي. هسه من شوي عمل له انا ابو الرب الناقد، هلا انا ابو الرب المناقد. انت مين؟ انت حالك ما انت بتتعرف على حالك لما تقعد هيك بغرفه تتعرف على حالك، تتناقش مع حالك، تحط كاستين قهوه لانك اهبل. انت اغبى من انه تتعرف على حالك، بعرف هالشيء، بس انت لازم حاول على القليل مثلي انا عم احاول. هسه السؤال ما صار له 5 ثواني، هسه مخك فكره انه ينسى هسه ما وصلت لمخك يا زلمه. فورا انا ابو الرب ناقد، بعد ثانيتين انا ابو الرب مناقد. ابو الرب متقل بالغدا. وحياة امي انسان بطلع بقول كلام وهدفي ارفه الناس، لكن مرات بستغل المنصه اللي عندي، الحمد لله عندي ارقام حلوه، بستغلها عشان اوعي. اول شغله ابو الرب انت مالك انسان. ثاني شغله معلم انت مذيع القناه. شو هالمايك اللي حده عم يطالع عن صوت انفاس العالم معلم. اقسم بالله انت انسان غريب يا زلمه. قناه انتم معكم مصاري، روح اشتري. شو تشتري انت مايكروفون؟ روح اشتري هيدي الشركه اللي اسست الميكروفون وافتحها ملعب معلم. مو معقول انتم عن جد ما بتهتموا بجوده الصوت. انتم عن جد ما لازم تطلعوا على اليوتيوب ولا تطلعوا على الانستغرام ولا تطلعوا على الفيسبوك. انتم برا البيت ما لازم تطلعوا. الناس لاشياء هم مش منتبهين لها بالسوشيال ميديا. شفنا بشي لقطه وعيتهم على التيك توك كيف في مقاطع مو حلوه ممكن الاهالي مش منتبهين. والله ما بعرف شو بدي احكي، بس يا جماعه انه في عندي سؤال كثير بعرف انه غريب وانا انسان كثير غريب. بس شو تغديتوا اليوم؟
اكتبوا لنا بالتعليقات شو تغديتوا اليوم. اقسم بالله لا عن جد عم بحكيكم عن جد، انتم فاكرين اكيد عم بمزح هيك يعني، لا بس عن جد شو تغديتوا. اكتبوا لي بالتعليقات تحت زكاتكم. يا جماعه انا تافه وحياه امي، قاعد هيك عم فكر انه المتابع كيف رح يشوفني، انه الواحد لازم يبين قدام المتابعين هيك محترم مهضوم هيك. انا انسان كثير تافه كثير لكن شو بدي منكم شو تغديتوا، بس عادي اكتبوا شو تغديتوا. الرب هو شخص متنمر، شو تعليقك على الموضوع؟ واخيرا اجى السؤال الخارق، هذا اللي بدي اعرفه وحياة امي. ابو الرب شو رايك انت بالتنمر؟ مع انه انت بنفسك متنمر، بس انا عن جد بدي اعرف انت شو رايك بالتنمر. يعني هلا ما بصير انت تروح تسال مثلا انسان بشع تقول له كيف في واحد بيقدر يصير حلو، هذا الشيء ما بيزبط. بس هلا رح نشوف شو جوابه. مرات بعض المشاهير السوشيال ميديا لما تيجي تحكي عن الشيء اللي هم بيعملوه او تعلق عليه، لانه هو هذا صناعهم محتواهم، فباخذ الموضوع كثير شخصي. بصير يعتبروه تنمر، ليش؟ لانه هم حاسين بالضياق، بس هو مش تنمر. انا بتنمر عليك، انا بحكي عن شيء انت مش قادر تغيره، مثلا بحكي عن مواصفات شكلك. يا جماعه ابن الحرام لحد خشمه بنص الميكروفون وقاعد عم يتنفس، بدي افضح حضرتك، بدي اقطع عليك النفس مشان الله صار على الدين امنا يا زلمه. خلينا نسمع ابو الرب شو بده يحكي. سكت دقيقتين. ايش في دين امك بالمره معلم، طالع لنا هيك مصارين وعم تعلمنا كيف تطلع الدوره الدمويه الصغرى. ايش في دين امك، الصغرى ولا الكبرى؟ الكوبرا ولا الحي الكوبرا؟ شباب لايك بعد اذنكم يا جماعه. تحكي مثلا ان محتواك بايخ، محتواك مش كويس، محتواك يعني بيض مثلا. طبعا المذيع رح يحكي، رح يحس حاله قاعد بين رفقاته ومعلم، ويحس حاله بالغلط. محتواك بيض، اقسم بالله تخيل حدا هيك يجيبك على المقابله قال انت مشهور وهيك، ويجي يطلع لك انت ايش محتواك خرا، تعرفوا تبطي. شو المسخره هيدي؟ في شو الموتور بمخه ابو الرب علق في طفى عليه ورجع شغله بسرعه قبل ما يطلع خروه اللي معلم من الاستوديو. لك شغله، كثير من مشاهير السوشيال ميديا حاليا بتعمدوا يعملوا شغلات معينه تكون معرضه للانتقاد عشان ينشهر اكثر، وانا من الناس اللي بعملها ترى مرات يعني. اقسم بالله شو بيجي من ابو الرب انه ما فيك تنتقده عنه، هو بينتقد حاله بحاله. مثلا صح العالم وسخه، صح العالم خريه، صح العالم كان مشاهدات، بس انا كمان منهم وانا معهم ونحن على صح. كفو ابو الرب، اقسم بالله كفو. كمل. وين تكمل؟ كمل على البادي، على اي مكان ما فيه نت مشان تبطل تنزل لك مقاطع غبيه. وشكرا. صحيح مو هو اللي منزله، مو انت تكمل لحالك على البادي لانك غبي، انا بدي اكمل معك صديقي. فلو يا جماعه يكون خلص الفيديو، انا ما بعرف، انا كثير نعسان خلص. مو نعسان وحياة امي مو نعسان، صرت قايلها 1000 مره بكل فيديو بقول انا نعسان، انا حيوان، انا مع اني بضل نايم بس بضل نعسان. انا انسان غريب. ليش بضل انا اقول على عالم غريب؟ لانه انا نفسي غريب، انا جسمي غريب. واكتبوا لي رايكم بالفيديو. بيس اوت. وشو تغديتوا كمان؟ بيس اوت. فلا تنسوا اللايك. بكره عندي مونتاج، الله يفتح ام اليوتيوب يا جماعه. والله تعب اقسم بالله. فلا شو عم بحاول اعمل يا جماعه، الناس انه انا عم بتعب وهيك، وانا يا دوبني اعمل مونتاج ربع ساعه وباخذ لي استراحه 4-5 ساعات. فلا تنسوا اللايك يا جماعه، وبشوفكم الفيديو الجاي. بيس اوت.